يعود نسب نبي الله يونس بن متى عليه الصلاة والسلام إلى بنيامين بن يعقوب شقيق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله عز وجل إلى مدينة نينوى، وهي قريبة من مدينة الموصل في العراق، وكان فيها كثافة بشرية وحضارة راقية، فكان عددهم على اختلاف الأقوال ما بين 100,000 و10,000 إلى 170,000. قال الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انتشر الشرك والكفر بين هؤلاء القوم، فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فأرسل الله عز وجل إليهم يونس عليه السلام وأرشدهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلا إن قومه في بادئ الأمر كذبوه وكفروا برسالته وأصروا على عبادة أصنامهم وأوثانهم. قيل إن من بين أوثانهم صنما أكبر يدعى عشتار. وقد ذكر أن دعوة يونس عليه السلام لقومه استمرت 33 سنة، إلا إنه لم يؤمن معه سوى رجلين فقط، فلما آيس من إيمانهم دعا عليهم، فقيل له: ما أسرع ما دعوت على عبادي، ارجع إليهم فادعوهم 40 يوما، فدعاهم عليه السلام 37 يوما فلم يجيبوه، فقال لهم: إن العذاب يأتيكم بعد 3 أيام، وآية ذلك ألوانكم تتغير. فلما أصبحوا تغيرت ألوانهم، فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس، ولم نجرب عليه كذبا، فانظروا فإن بات فيكم فأمنوا من العذاب، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب يصبحكم. فلما كانت ليلة 40 أيقن يونس عليه السلام بنزول العذاب، فخرج من بين أظهرهم دون إذن من الله عز وجل. فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم ورأوه بأعينهم، فقد خرج عليهم غيم أسود هائل يدخن دخانا شديدا، ثم نزل إلى المدينة فاسودت منه سطوحهم. وقد ذكر أنه بعد أن رحل سيدنا يونس عليه السلام عن قومه هؤلاء ودعا الله عز وجل أن ينزل عذابه عليهم، أمر الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام أن يأخذ من مالك خازن النار مثقال ذرة من النار، وأن يذهب إليهم ويحوطهم بها. قيل ففعل جبريل عليه السلام ذلك، كما قيل إن السماء امتلأت بالسحب السوداء التي كانت تبعث الدخان الكثيف الذي غطى مدينتهم واسودت به سطوحهم. فلما رأى القوم ذلك أيقنوا بالهلاك، فطلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه، فألهمهم الله عز وجل التوبة، فأخلصوا النية في ذلك وقصدوا شيخا صالحا قيل إنه كان من أتباع يونس عليه السلام، وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى، فما نفعل؟ فقال: آمنوا بالله وتوبوا، وقولوا: يا حي يا قيوم، يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. وليس لدينا دليل صحيح على الأقوال التي قيلت على وجه الدقة، فخرجوا من القرية إلى مكان آخر، وردوا المظالم جميعها، حتى إن كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه. وجمعوا كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم وحيواناتهم جميعا، ثم جعلوا على رؤوسهم الرماد، ولبسوا المسوح من اللباس. وكان المسوح عبارة عن نسيج خشن مصنوع عادة من شعر الماعز الأسود، وكان ارتداؤه غير مريح بدرجة كبيرة تواضعا لله سبحانه وتعالى. فتاب الله عز وجل عليهم وقبل إيمانهم وتوبتهم بعد كل هذا الكفر والعناد. ومما قيل في ذلك أن الله عز وجل كشف عنهم العذاب في يوم عاشوراء، وقيل في النصف من شوال يوم الأربعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ذلك الوقت كان يونس عليه السلام قد شعر باليأس من قومه، فتركهم عليه السلام وخرج من بلدتهم نينوى في طريقه لهجرتهم والبعد عنهم وعن شرورهم، وهو لا يعلم عليه السلام بأنهم آمنوا جميعا، فلم يشهد يونس عليه السلام هذه الحالة منهم. فلما خرج يونس عليه السلام من نينوى أقبل على قوم وركب معهم سفينتهم في نهر الفرات، وكانت نازلة باتجاه البحر، محاولا الابتعاد عنهم إلى أقصى الحدود، ومصمما على مفارقتهم الأبدية. وهذا دليل الصد والجدال العقيم الذي تلقاه منهم.
والقلوب القاسية التي صدت النور وأبت الانفتاح له. فما كادت هذه السفينة التي ركبها نبي الله يونس عليه السلام تنتهي من النهر لتدخل البحر وتركب موجه في رحلة على شواطئ الخليج، حتى ثار البحر هائجا على غير عادة منه في مثل هذا الوقت. ونادى مناد أن ألقوا ما معكم من حمولة فالأمر خطير، فقد ثقلت السفينة حتى غشيها الماء من شدة الموج فزادها ثقلا إلى ثقلها. فألقى الركاب ما كان معهم من حمولة مستغنين عن الماء فداء للروح، وألقيت الأحمال كلها، والخطر ما يزال محدقا بالسفينة، والأمواج العاتية تتقاذفها ذات اليمين وذات الشمال، ويونس عليه السلام في عالم آخر يسرح بفكره في القوم الذين غادرهم متوعدا إياهم بالعذاب. ترى ماذا حل بهم؟ وهل هياج البحر هذا مقدمة لهذا العذاب الموعود؟ فكل الركاب في ذلك الوقت كانوا مرتبكين ما بين مهموم وحزين أو عامل يبذل الجهد لدفع الخطر بما يستطيع عن هذه السفينة. ولكن الحيلة في مثل هذه الظروف ضئيلة. سفينة أضحت رغم ثقلها كالريشة في مهب الريح، سبحان الله العظيم. وأي حيلة من هؤلاء الركاب الضعاف للسيطرة عليها ليست بذات نفع، وما لهم إلا اللجوء إلى الله وحده، فبيده جل جلاله وحده إنقاذهم. وعندها أحس يونس عليه السلام بالخطر المحدق، وانتبه من سرحان التفكير عندما طرق سمعه صوت الربان وهو يقول: جاء دور تخفيف الحمل من البشر، ولكن لا بد من إجراء القرعة ليتحقق العدل. فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، فلما التمسوا فيه الخير والصلاح لم يحبذوا أن يلقي بنفسه في البحر، فأعادوا القرعة 3 مرات، وكان يخرج في كل مرة سهم يونس عليه السلام، فلم يجد يونس عليه السلام مفرا إلا أن يلقي نفسه في البحر، وهو ما حدث بالفعل. ألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر وهو لديه يقين بأن الله عز وجل سينجيه من الغرق، وبالفعل فقد أقبل إليه حوت أرسله الله تعالى بأمره فالتقمه الحوت، حتى ظن يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت أنه مات، لكنه عليه السلام حرك يديه وساقيه فسجد لله تعالى شكرا له بأن حفظه ونجاه، فلم تكسر له يد ولا رجل ولم يصبه مكروه. بقي نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت 3 أيام، سبحان الله العظيم. سمع في هذه الأيام أصواتا غريبة لم يفهمها، فأوحى الله عز وجل إليه أن هذه الأصوات هي تسبيح مخلوقات البحر، فأقبل هو أيضا يسبح الله تعالى قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يرددها كثيرا كثيرا. وبعد ذلك أمر الله تعالى الحوت فقذف يونس عليه السلام على اليابسة، وأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى أنجاه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبعدها عاد يونس عليه السلام بعد ذلك إلى نينوى، حيث قومه بعدما شفي عليه السلام مما أصابه من الحوت بسبب إقامته في بطنه، فوجدهم بفضل الله عز وجل مؤمنين بالله تعالى موحدين، فمكث معهم حينا من الدهر نبيا مرشدا وموجها، وهم على حال الصلاح والتقى.